لما تكون في قصة حب والدنيا تبقى ماشية كويس جدا وفجأة بتلاقي الطرف التاني تجاهلك بدون سابق إنذار. الله الله الله، لا ومش بس كده، ده كمان اهتمامه بيك أصبح صفر. تعمل إيه بقى علشان تخليه يبطل إنه يتجاهلك ويرجع اهتمامه بيك زي الأول وأحسن كمان؟ بس قبل ما أقولك الخطوات دي لازم تعرف إيه سبب تجاهله ليك وليه اهتمامه بيك ما بقاش موجود، علشان لربما انت اهتميت بيه اكتر من اللازم وكان عطائك له من مشاعرك كان بلا حدود، وطول الوقت انت اللي كنت بتلاحقه وبتدور عليه في يومك، وهو للاسف فقد شغفه فيك وضمن وجودك المستمر في حياته فمل منك وزهق. وعلشان تصلح كل ده لازم تعمل اللي انا هقولك عليه دلوقتي. 1. اوعى تتقبل وضع مش مريحك في علاقه انت فيها. بمعنى اوضح، مشالك خطوه تمشي له خطوه، مشى وبعد عنك انت كمان لازم يكون عندك كرامه وتمشي وتبعد عنه خطوتين وتسيبه على راحته. 2. اوعى تسمح له ان يقلل منك ومن شأنك، لازم تحافظ على شوية الدم اللي عندك، لازم ترسم لنفسك حدود وما ينفعش تسمح ابدا انه يتخطاها. 3. حاجة، سيب تليفونك من ايديك شوية، بلاش كل شوية تبعت له تقول له انت فين يا حبيبي اصلك وحشتني نفسي اشوفك. بلاش تبقى رامي نفسك عليه بالطريقة دي، خصوصا انه للاسف مش بيبادلك نفس الشعور، اخره انه يرد عليك ويقول لك مثلا وانا كمان، بيجاملك بالكلام من الاخر كده. 4. لازم تحسسه انك مشغول في يومك ولازم يفهم انك انت عندك اهتمامات تانية اهم منه، لازم الشعور ده يوصله بما انه مش حاطك في اولوياته، محدش احسن من حد. 5. لما تحس ان وجودك مضمون وانه بالفعل بيتجاهلك واهتمامه بيك مات واندفن، اعرف ان صلاحيتك في قلبه انتهت او غيرك خد مكانك. ولما تعمل الخطوات دي وبالفعل تحس ان هي جابت نتيجة وانه بدأ يهتم بيك وبطل انه يتجاهلك، لازم هنا انك تقعد وتتكلم معاه وتحط النقط على الحروف في العلاقة دي، ولازم تعرف العلاقة دي رايحة بيك معاه لحد فين، لأن وارد جدا إنه يتجاهلك تاني، ولو ده حصل لازم تفهم إنك مش في العلاقة المريحة، أنت في علاقة توكسيك، والعلاقة دي هتدمرك نفسيا وهتسلب منك سلامك النفسي. مستني أسئلتك في الكومنتات لو حابب تسألني عن أي حاجة.